السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم دكتور أحمد محمد العطار، استشاري الجلدية والتجميل والعلاج بالليزر. طبعا بما انك موجود في العياده لكشف الشعر، فانت الشعر ده عندك مهم، واعتقد اهميه شعرك ما تستحقش منك دقيقه الصبح ودقيقه بالليل. لابد ان احنا نكون عارفين ان الطبيعه الوراثيه مش هتتغير، فان انا يحصل استخدام للعلاج لفتره من 3 ل 6 شهور لحد ما يحصل تحسن ثم اترك العلاج، هترجع الحاله لنقطه الصفر من ساعه ما ابتدينا العلاج. نحاول ان احنا نبسط الامور، لأن استخدام العلاج خصوصا المركبات المينوكسيديل هو لا غنى عنها في حالات الصلع الوراثي. في حاجات موجودة شبائه المينوكسيديل تشتغل نفس شغل المينوكسيديل، لكن مش بنفس تأثير وقوة المينوكسيديل على الصلع الوراثي. يبقى مهم جدا التشخيص، طريقة العلاج المناسبة، اختيار نوع المريض لطريقة العلاج. وبما ان احنا اتكلمنا عن علاج بيستمر مدى الحياة في مشكلة مزمنة مش هتتغير إلا باستخدام المنتج ده أو العلاج ده، فبالضرورة أنا كطبيب أختار العلاج المناسب لظروف المريض الاقتصادية، لأن هو علاج يستمر مدى الحياة على طول فترة العلاج. في حاجات أخرى تستخدم مع المينوكسيديل، في بعض الأنواع العلاجات الأخرى اللي هتكون مصاحبة للمينوكسيديل، لكن هيبقى الأساس بتاعي هو استخدام المينوكسيديل. ممكن حسب ظروف المريض الاقتصادية بنضيف بعض الجلسات زي جلسات البلازما أو الخلايا الجذعية، زي جلسات الميزوثيرابي بانواعها، بعد المراكز المتاح فيها الليزر كابس. كل الحاجات دي بتبقى طرق علاج مختلفه وموداليتيز مختلفه بس مرتبطه بظروف المريض الاقتصاديه، ان احنا بنتكلم على علاج فور لايف. ده مش هيحصل بس بالعلاجات الموضوعيه او ان احنا ناخد جلسات في العياده او في المراكز، لا، بتصحيح كل ظروف المريض الحياتيه وتغيير الظروف، سواء طريقه النوم، ممارسه الرياضه، العيشه بنمط صحي وتغذيه صحيه. دي اهم حاجه في علاج مشاكل الشعر. نشكركم على حسن استماعكم، وفي انتظار كل أسئلتكم على الصفحة.